مانشستر سيتي بيفوز على نوتنغهام بهدفين مقابل لا شيء، وخلص الماتش في اول ربع ساعه والدنيا بعد كده يعني اتقتلت. هي ممكن الطرد اللي حصل في اول الشوط اثر على شكل مانشستر سيتي، الطرد اللي اخده طبعا اللاعب رودري وكان اكيد طبعا مستحق. بالنسبه لوركر انا عجبني جدا الزياده اللي بيعملها، اللي كان نفس الزياده دي بيعملها كوندي لما كان بيلعب باك يمين وكان متالق فيها، بس كوندي ما تفهمش بقى، ما عجبوش الوضع، قال لي تشابي انا مش عايز العب في المركز الثاني، ما اعرفش ايه السبب لحد دلوقتي، بس ما علينا خلينا في الماتش. فوركر عجبني قوي قوي الزياده اللي بيعملها في الملعب، اللي هو يخش كده لحد طرف ويدوم سنه لجوه وتقوم الكوره ملعوبه له من الناحيه الثانيه يستلمها هو يلعبها للي جاي من ورا ويشوطها. الكوره السنه دي اتكرر اكتر من مره من وولكر بصراحه. بالنسبه لي اللاعب ماتيوس نونيز لعب مباراه برده حلوه جدا، هو مش احسن حاجه، لسه في احسن من كده، هو فعلا عنده احسن من كده. فكره ان هو عمل اسيست بالنسبه لي دي اصلا لوحدها كفايه، يعني حاجه حلوه قوي انك تقريبا اول ماتش اسيست تلعبه تعمل اسيست وعلى ماتش بصراحه، يعني لا مش وحش يعني، زي ما قلت لي في احسن، بس هو عمل ماتش مش وحش. بالنسبه لمانشستر سيتي بيفوزوا بالعلامه الكامله معايا 18 نقطه من 6 ماتشات، ودي تقريبا اقوى بدايه لمانشستر سيتي في فتره اتصف فيها اهم لاعب في الفريق دي بروين، وكمان كان في احلال وتجديد في الفريق كله. مانشستر يونايتد بيفوز على بيرلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب برونو فرنانديز، يعني هدف كده ايه في ريحه من اهداف فان بيرسي يعني. فبصراحه لا الهدف كان رائع. بالنسبه لراشفورد يعني كالعاده يعني راشفورد عارف ما بيعملش اسيستات، ما بيجيبش اهداف، بس معظم خطوره مانشستر يونايتد من راشفورد. وفي نقطه اكتشفتها يعني انتوني، فاكرين ما كنت منتقد الجيم عشان بيحتفظ بالكوره زياده عن اللزوم، يعني هي تقريبا دي تعليمات من إيريك تين هاج، لان اولا انتوني ما كانش بيخرج من التشكيله حتى لما كان بيستحوذ على الكوره بشكل سلبي. تاني حاجه لما انتوني طلع من التشكيله او يعني في ظروف اللي حصل له دي حاليا، راشفورد لما بيلعب اساسي بيحتفظ بالكوره برضه، فده لو هيدل على حاجه ده هيدل ان إيريك تين هاج بيدي تعليمات للاعيبه المهاريه ان هي تحتفظ بالكوره. بالنسبه لبيرلي والله لعب ماتش ممتاز وعامل ماتشات عموما كويسه، لانه الدوري الانجليزي ما فيهوش مكان للفرق اللي بتلعب حلو، يعني هو فرق بتلعب حلو لازم تجيب اهداف، مفيش فرقه في الدوري الانجليزي وحشه. اللي بيفرق بقى عن فرقه عن الثانيه هي النتائج. ليفربول بيفوز على ويست هام ب3 اهداف مقابل هدف. الفوز ده بالنسبه لي مهم جدا بالنسبه لليفربول، علشان ويست هام اولا فريق تقيل وفاز عليه كمان ب3 اهداف مقابل هدف، وفي فتره ليفربول يعني الاداء مش افضل حاجه لكنه بيكسب الفتره الاخيره، فمهم قوي قوي ان هو كان يقدر كمان يكسب الماتش ده، والفعل قدر ان هم يفوزوا ب3 اهداف مقابل هدف. بس انا حابب اشيد باليسون، لان اليسون بجد مش اخد حقه. في طبعا ابو صلاح عمل اداء اكتر من رائع، في نونيز بيجي ينقذ الفريق ساعات، والنهارده جاب جون التاني بشكل مميز بصراحه، وبقاله فتره عمل ماتشات حلوه، مش عارف ليه ناس تقعد تشيد بسوبوسلاي، في ناس تقعد تشيد بماك اليستر الى اخره، بس اليسون بالنسبه لي مش بس في ماتش النهارده، في الماتشات اللي قبل كده عموما بيشيل الكور في وقت كانت ممكن تقضي على ليفربول خالص. بجد في ماتشين على ماتش نيوكاسل وماتش ويست هام على الاقل في الماتشين دول بس، فبصراحه اليسون يستحق الاشاده 100%. بالنسبه لفان دايك فبرضه لا مش هو برضه فان دايك اللي انا عارفه، في مشاكل. فان دايك يعني هو ممكن يكون عمل اسيست، بس انا مش هقيم المدافع عشان عمل اسيست او جاب جون، انا هقيم المدافع عمل ايه في القوه الهجوميه اللي بتتلعب ضده. يعني التايمنج اللي خد فيه قرار ان هو يشيل الكوره في الهدف التعادل بتاع ويست هام متاخر جدا، ففان دايك بصراحه لا محتاج يفوق بجد، لان اليسون مش هيفضل ينقذ طول الوقت. بالنسبه لماك اليستر فهو لعب ماتش يعتبر احسن بكتير من الماتشات قبل كده، وقدر ان هو يعمل اسيست لداروين نونيز. ارسنال بيتعادل مع توتنهام 2-2 في مباراه بصراحه ابدع، بجد ابدع فيها المدرب بوستيكوجلو، عمل ماتش رهيب. هو يعتبر بدأ بصراحة بطريقة مش أفضل حاجة، بس بعد هدف التعادل الأولاني اللي جابه في أرسنال ده هو اختلف خالص بصراحة، عمل ماتش المباراة كلها زي ما هو عايز، حتى في الفترة اللي أرسنال جاب فيها الهدف التاني من ضربة الجزاء كان هو اللي ماشي المباراة زي ما هو عايز، ولحسن حظه هدف التعادل جه على طول بغلطة من جورجينو، إن برضه لو ما كانش هدف التعادل جه بدري كانت الدنيا ممكن تختلف بصراحة، فاهم؟ فبالنسبة لي لا عموما هو مدرب كبير، لا خلاص هو حتة مدرب كبير لا دي أثبتها خلاص، دي كده انتهت. احنا دلوقتي في حته بقى عايزين نشوف هيكمل في اللي هو فيه ده لحد امتى، لان برضه بصراحه كل المعطيات بتقول ان صعب قوي توتنهام يستمر في المنافسه، فاهم؟ فخلينا نشوف هو هيكمل لحد امتى. بالنسبه لماديسون فيعني الراجل ده بالنسبه لي بصراحه يعني قلت لكم يعني فكره ان هو اخذ احسن لاعب في الشهر اللي فات انا متقبلها جدا جدا، لان هو فعلا عمل مباريات عظيمه ولحد دلوقتي عظيم قوي اللاعب ده بجد. والسون طبعا راجع سون بتاع السنه قبل اللي فاتت، سون الموسم اللي فات وقع شويه لكن السنه دي عامل بدايه ولا اروع. بالنسبه لحارس توتنهام فيكاريو بصراحه عامل مباراه عظيمه بجد، يعني هما فعلا خلاص لوريس خلص جابوا مكانه حارس كويس، برافو على توتنهام البدايه ولا اروع. ارسنال شيء يعيب ان هو يتعادل في الاميريتس، في نفس الوقت ده ميزه بالنسبه لتوتنهام. تشيلسي بيخسر من استون فيلا بهدف مقابل
شيء وتشيلسي يستمر في تقديم النتائج السلبيه. اول حاجه نحاول نتكلم عليها هو لاعب جاكسون. انا كنت ساكت طول الفتره اللي فاتت دي كلها ما بتكلمش عنه، يعني ناس كتير بدات ان هي تحكم عليه وبدات ان هي يعني تنتقده بشكل قوي، فدلوقتي حان الوقت بقى ان احنا ننتقده بجد بشكل قوي. يعني احد يقول لي ده سوء توفيق، سوء توفيق لا، هو باين هو وحش في الفينش. يعني سوء حظ ملوش علاقه بانك ما بتعرفش تفنش، لما تجيلك انفرادات وتضيعها تقول لي سوء حظ. الكلام ده لو جيت في القائم يا سيدي هقول لك ماشي، رغم ان برضه لو جيت في القائم اكتر من مره هقول لك انت برضه مش بتعرف تفنش، انت بتعرف تتحرك كويس جدا سريع، بتعرف تتعامل مع الكرات السريعه، لكن الفينش بتاعك رايح في داهيه. تاني حاجه حابب نتكلم عليها هي الناس اللي بتنتقد كايسيدو. هو بيلعب النهارده بكاليجر وكايسيدو. جاليجر هو مسؤول عن الحته الهجوميه، كايسيدو مسؤول عن الحته الدفاعيه، وشال اكتر من كوره. كايسيدو كان قايم بدوره اللي المطلوب منه ان هو يقطع الطريق على استون فيلا. في الاول وفي الاخر هو مش هيهاجم لك، ده مش حتته، ولا حتى حته جالجر على فكره، بس عموما حاول يقوم بيها بشكل كويس الصراحه، ده شيء يحسب له. بالنسبه للحارس سانشيز فده الحاجه الوحيده المضيئه في تشكيله تشيلسي بجد. انا مش عارف، في ناس لقيتها اكتر من حد، لقيت الناس بتعلق على او بتسخر من الحارس سانشيز، مش عارف يعني هيعمل ايه بجد والله. ده لولا النتيجه كانت ممكن تبقى 2-3 بجد. لا شايل كميه كوره مش طبيعيه، وكل ماتش بيقدم مستوى بصراحه افضل من اللي قبله. فبالنسبه لي سانشيز هو الحاجه الوحيده العادله في تشكيله تشيلسي دلوقتي.